حبايبي أبطال تالتة ثانوي، أحلى صباح عليكم لو بتشوفوني الصبح، وأحلى مسا عليكم لو بتشوفوني بالليل. ده حل يونت 1 لسن 1 و 2 من كتاب المعاصر يا شباب. قالك the nurse had to، اضطرت الممرضة. the correct dosage معناها جرعة of antibiotics للمضاد الحيوي before the patient's fever worsened، قبل ما الحمى بتاعة المريض تتفاقم أو تزداد سوء. يبقى اضطرت إنها تعمل إيه؟ administer، تديله جرعة من المضاد الحيوي. مستر أشرف asked لين to pay close. مستر أشرف طلب من لين إنها تعطي إيه while he was demonstrating the main points، أثناء شرحه وتفسيره للنقاط الأساسية. تبقى pay attention، الإجابة letter A، تعطي اهتمام. The movie about the war orphans، الحرب يا حبايبي أو الفيلم عن حرب الأيتام was truly، كان إيه يا شباب؟ heartbreaking، كان شيء مفجع يوجع القلب. saving a patient's life، إنقاذ حياة مريض، can be one of the most، واحدة من أكثر المواقف إيه for a doctor or a nurse، سواء كان لطبيب أو لممرضة. هتقول لي يا مستر the most rewarding experiences، واحدة من أكثر المواقف المرضية. during the night، أثناء الليل، أثناء إيه الليلية؟ the nurse checked on each patient twice. ممرضات يا حبايبي طول الليل عمالين بيلفوا المفروض يعني على المرضى. فالممرضة هنا لفت على كل مريض حوالي مرتين أثناء وردية الإيه؟ الليل. وردية يا شباب قلنا معناها shift. the team are now ready for the sudden، الفريق دلوقتي جاهز ومستعد للإيه المفاجئ in ambulance، في عربية الإسعاف هتبقى emergency، حالة الإيه؟ الطوارئ أو الحالة الطارئة. رودينا described their experience، رودينا وصفت تجربتها as an emotional of highs and lows. highs and lows يا حبايبي معناها أفراح وأحزان، بمعنى تقلبات. هنروح لكلمة رولر كوستر. طبعا حياتنا كلها مليانة ups and downs يا حبايبي، أو highs and lows معناها أفراح وأحزان. he is a of his bad health habits، هو ضحية يا حبايبي، ضحية يعني victim، هو ضحية للأسف لعاداته الصحية السيئة. The emergency room، أوضة الطوارئ اللي احنا بنسميها ER was full of، خد بالك من الصفة full of بتساوي كلمة تانية اسمها filled with. full of noise كانت مليئة بالضوضاء، movement الحركة، and complete هتقول لي يا مستر chaos معناها فوضى، وممكن نقولها chaos يا حبايبي، الاتنين صح، سواء نطقتها chaos أو chaos الاتنين صح. when the alarm rang، لما الإنذار ضرب، مريم had to her bag، اضطرت تعمل ايه في شنطتها بسرعة؟ grab يا حبايبي هنقول انتش ايه؟ انتش واجري، مسكت شنطتها وجريت. the paramedic معناها المسعف، الشخص اللي بيشتغل في عربية الإسعاف علشان يعالج المرضى أو الحالات الطارئة اللي بيتعامل معاها في عربية الإسعاف. the paramedic checked the patients، محتاج يفحص من ايه من دول يا شباب؟ أكيد وعي المريض. وعي يعني يا شباب consciousness اللي هي لتر بي، شوفوا هو صاحي ولا مغمى عليه ولا وضعه ايه. The athlete معناها اللاعب الرياضي began to eat from dehydration and was carried away، تم نقله يا حبايبي، هتبقى collapse معناها انهار يا حبايبي. مستر أيمن perform تبقى perform CPR، احنا بنعمل CPR اللي هو الإنعاش القلب الرئوي على الأشخاص الفاقدين الوعي لحد ما يستردوا وعيهم. The A helped calm down، مين من دول اللي بيساعد على الهدوء أو تهدئة المريض before reaching the hospital، قبل الوصول للمستشفى. طبعا يا حبايبي أول شخص بيتعامل مع المريض هو الباراميديك، المسعف اللي بعربية الإسعاف. After severe pain، بعد ألم شديد in the A the man was taken to hospital، تم نقل الرجل يا شباب للمستشفى. الألم الشديد ده كان فين؟ أكيد الألم الشديد ده كان في الصدر، قلنا صدر يعني chest. The doctor placed 2 fingers، قال لك الدكتور أو الطبيب وضع صباعين on the patient's wrist، على معصم المريض to check، بيحط صباعه هنا زي ما بنشوف في الأفلام كده، بيحط صباعه على معصم المريض علشان يفحص الإيه؟ البالس معناها النبض. After several weeks of physical therapy، بعد أسابيع كثيرة من العلاج البدني، Uncle عمر began to strengthen in his injured man. علاج طبيعي يا حبايبي، عارفين العلاج الطبيعي اللي احنا بنعمله في بعض مراكز العلاج الطبيعي. العم عمر ده بقى بدأ ان هو ايه؟ يستعيد يا حبايبي قوته او يسترد، يبقى اسمها
regain الإجابة هتبقى letter D. during emergencies معناها أثناء الإيه يا شباب؟ أثناء الطوارئ أو أثناء الحالات الطارئة. showing is essential إظهار إيه يا حبايبي؟ to make clear and effective decision عشان حضرتك تاخد قرار، والقرار بتاعك ده لازم يكون إيه يا أبطال؟ القرار بتاعك لازم يكون واضح وكمان effective. effective يا شباب معناها فعال طبعا. يبقى إيه اللي إحنا محتاجينه في الحالات اللي زي دي؟ calmness معناها الهدوء، لأن طول ما أنت متعصب ما بتعرفش تاخد قرار سليم. يبقى معليك محتاج هنا إيه؟ محتاج هنا الهدوء. السيرجن علاء، الجراح علاء explained the A step by step خطوة بخطوة before the operation began. يبقى تقول لي مستر procedure معناها الإجراءات خطوة بخطوة. It's important to get ready مهم جدا إنك إيه؟ ready تستعد before handling high stress situation قبل ما حضرتك تتعامل مع المواقف المضغوطة أو فيها توتر كبير. تبقى it's important to get إيه يا بطل؟ to get إيه؟ anxiously معناها بتوتر أو بعصبية، صح كده؟ احنا رحنا فين؟ الجملة رقم 20. محتاج ان انت to get ايه ready تبقى جاهز ايه يا حبايبي؟ تبقى جاهز ذهنيا يعني ايه يا شباب؟ mentally. ما ينفعش اقول anxiously معناها بتوتر او بعصبية. the nurse handed the correct الممرضة نولت الايه الصحيح to the doctor during the procedure. هتقول لي يا مستر اكيد هتقابله هتديله الايه؟ السم. اكيد هتديله ميديكيشن يعني العلاج الصحيح او المناسب. This hospital المستشفى دي provides بتوفر excellent ايه ممتاز for elderly patients. هتقول لي يا مستر بتقدم رعاية او اهتمام يعني care. When the alarm went off لما الانذار ضرب everyone كل شخص had to the emergency room كل الناس جريت واندفعت على غرفة الطوارئ. The teacher praised سما المدرس praised سما معناها أثنى على سما for her during exam أثنى عليها بسبب إيه في الامتحانات يا حبايبي؟ أكيد طبعا هتقول لها مستر progress يعني إيه؟ تقدمها في الامتحان، بتبلي بلاء حسن يعني. The team were in when the two alarms sounded together. تخيل كده انت قاعد في المستشفى وفجأة الانذارات عمالة تضرب من كل حتة. يبقى الناس هنا تشعر بالايه؟ بالconfusion يا حبايبي معناها ارتباك، وعندي صفتين منها، واحدة اسمها confused بمعنى مرتبك والتانية confusing بمعنى مربك. unexpected complications عمليات معقدة، مواقف معقدة غير متوقعة. ايه يا حبايبي during any surgical operation معناها العملية الجراحية. اللي ممكن يحصل؟ ممكن تظهر مشاكل يا حبايبي غير متوقعة. يحصل يا حبايبي أو يحدث معناه arise بمعنى تنشأ، بتساوي كلمة happen. وarise دي من الأفعال اللازمة يعني لا تبنى للمجهول ولا يأتي بعدها مفعول. to stop bleeding عشان نوقف النزيف. the paramedic applied direct يا شباب هتبقى compression to the wound. فضل الممرض يضغط على الجرح باستخدام قماشة يا شباب؟ قماشة نظيفة. nurses must treat الممرضات يجب أن تعامل جميع المرضى with kindness بطيبة and care بطيبة وعناية واهتمام يا شباب. الإجابة هتبقى letter C. This hospital offers special services. قال لك المستشفى دي بتقدم خدمات خاصة مميزة لمين يا شباب؟ للمرضى. مين؟ للمرضى كبار السن يا شباب. كبار السن تبقى letter C. elderly الإجابة تبقى letter C. قال لك please that patient receives the right dosage of medicine. قلنا dosage يا حبايبي معناها جرعة الدواء في الوقت المناسب. يبقى بليز ايه؟ اتأكد يعني ensure. بليز ensure أكد أو اتأكد بأن المرضى بتتناول الجرعات المناسبة في الأوقات المحددة أو الأوقات الصحيحة. treating burn victims علاج ضحايا الحروق is a difficult medical medical ايه يا شباب؟ challenge وتحدي طبي صعب جدا طبعا. the surgeon recommended an immediate قال لك الجراح رشح أو أوصى بإيه يا شباب؟ immediate يعني فوري أو سريع. هتبقى surgery معناها جراحة عاجلة أو فورية أو سريعة لإزالة
لإزالة الورم. The intercom اللي هو جهاز للتواصل الداخلي يا حبايبي، اللي بقى جوه البيت، عشان لو انت عندك مثلا حد فوق في الدور اللي فوقك، بدل ما تتصل عليه بتضغط على زر الانتركام ده جهاز للتواصل الداخلي، يبقى موجود في المستشفيات. ماله بقى الانتركام؟ ايه اللي حصل له؟ عايز اقول يا شباب بصوت عالي، ايه اللي حصل له بصوت عالي يا شباب؟ هتبقى باصد يا حبايبي، باصد لاودلي. طيب after a 12 hour shift، بعد وردية لمدة 12 ساعة في المستشفى، the nurse felt completely، بعد 12 ساعة عمل كلنا بنحس بالإيه؟ بالإرهاق، تبقى exhausted بمعنى مرهق أو منهك. we waited، نحن انتظرنا للدكتور to return with the test result، عشان يجي لنا بنتائج الاختبار بتاعنا أو التحليل بتاعنا، تبقى anxiously، قاعدين طبعا مش على بعضنا، متوترين يا شباب. CPR، عملية الإنعاش القلبي الرئوي، was performed immediately، اتعملت في الحال to save the patient from، عشان ننقذ المريض من ايه يا شباب؟ من heart attack. heart attack قلنا معناها أزمة قلبية. nurse عزيزة، الممرضة عزيزة، مالها؟ شعرت بإيه لما شافت المريض بتاعها بيتعافى وبيسترد وعيه مرة تانية يا شباب؟ هتقول لي يا مستر حست بالرضا. رضا يا حبايبي معناها satisfaction. Mrs. إيمان works with her، بتشتغل مع مين يا حبايبي Mrs. إيمان؟ with her to finish the task in time. هتبقى colleagues معناها زمايلها في العمل. Doctors must know how to air pressure. الدكاترة لازم يكونوا عارفين ازاي ايه الضغط في الحياة. threatening cases. هنروح لكلمة يتعامل يا حبايبي. كلمة يتعامل يعني يا بطل جاية من كلمة يد، يد يعني هاند، يبقى تعامل يعني handle. دكتور مصطفى the patient charts. قلنا charts معناها سجلات المريض اللي متسجل فيه قياس الضغط وقياس السكر ودرجات الحرارة، بنسميها charts، سجلات المريض يا شباب. before beginning surgery، عمل ايه يا حبايبي؟ اكيد لازم قبل ما يعمل اي عمليه جراحيه لازم يراجعها. يراجع يعني يا حبايبي reviewed. اما documented معناها يوثق. اما حاله المريض كده كده بتبقى متوثقه، فالدكتور لازم بص عليها قبل العمليه الجراحيه. نيرس سارة monitored معناها راقبت the patients every hour. بتراقب تقدم المريض كل ساعه، تقدم حالته، هل حالته بتتقدم وبتتحسن ولا حالته بتتاخر. Cooperation is a key to successful ايه يا شباب؟ Cooperation is a key معناها التعاون هو مفتاح ليه الناجح أثناء حالات الطوارئ. هتبقى teamwork للعمل الجماعي. The machine loudly، الآلات بتعمل بيب 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 أو تي تي تي، تبقى كلمة بيب دي يا حبايبي اللي هي letter C. Day in an emergency room usually involves، بيشتمل على tens of patients، عشرات من المرضى، and fast decisions، قرارات سريعة. هتبقى يا حبايبي جملة رقم 44 هتبقى typical معناها نموذجي. اليوم النموذجي أو اليوم المعتاد يا حبايبي في غرفة الطوارئ، ده العادي بتاعهم، إن هم بيقابلوا عشرات من المرضى وقرارات سريعة لازم إن هم ياخدوها. After years of helping students، بعد سنوات من مساعدة الطلاب، مستر محمد finally felt in his career، شعر بالرضا يا حبايبي. بالرضا تبقى fulfilled، شعر بالإنجاز إنه حقق حاجة في حياته. Working in emergency is a daily for many medical staff أو staff بقى دي staff، أما staff STUFF. Working in emergency is a daily إيه يا شباب؟ هتبقى challenge، طبعا هو تحدي يومي. challenge معناه تحدي. أنكل عمر felt sudden، العم عمر أو عم عمر حس بإيه مفاجئ يا حبايبي؟ راحت فين يا شباب؟ هتبقى weakness يا حبايبي معناها ضعف. in his muscles معناها ضعف في عضلاته، عشان كده قاعد في الحال. nurses الممرضات، مالهم يا سيدي الممرضات؟ surgeons by preparing the tools، بيساعدوا يا حبايبي الجراحين. يساعد يعني assist، يساعد. nurses جملة رقم 49 الممرضات must all treatments
in the patient's file في ملف المريض. لازم توثق يا حبايبي. توثق هنا بمعنى document. brain ايه يا حبايبي؟ are often caused by بيحصل بسبب lack of chemical balance توازن الايه الكيميائي. هتبقى disorders اضطراب المخ او اضطرابات المخ. The government announced a sudden policy الحكومة أعلنت عن سياسة إيه مفاجأة يا شباب؟ ها الجملة رقم 51 هتقول لي shift وردية مفاجأة. The actor الممثل forget his lines نسي الكلام أو السكريبت المكتوب له. when the director called for his full aid during rehearsal يا حبايبي rehearsal معناه أثناء البروفا يبقى his full attention يعني تركيزه الكامل. The stock market معناها أسهم البورصة أو أسواق البورصة experienced a sharp after the global crisis بعد الأزمة العالمية. هتبقى يا شباب collapse معناها انهيار حاد. تعالوا يا شباب بعد كده هنحل على ال definitions أو التعريفات اللي موجودة عندنا في الوحدة دي. is to suddenly fall down فجأة بتقع. often because of illness or exhaustion يبقى ده يا حبايبي collapse بمعنى ينهار. is the front part of the human body هو الجزء الأمامي من جسم الإنسان between the neck يقع ما بين الرقبة والستومك المعدة. إيه اللي بيقع ما بين رقبتك ومعدتك؟ chest طبعا اللي هو منطقة الإيه؟ الصدر. is a state of total confusion حالة ارتباك عامة كلية and lack of order وغياب النظام يا حبايبي أو حالة اضطراب. يبقى تقولها قلنا اسمها يا إما chaos يا إما اسمها chaos الاتنين صح. The act of focusing or carefully listening or watching is known as حضرتك عملية التركيز والانتباه بعناية يبقى اسمها attention اللي جابها letter A. is a trained medical professional who provides emergency care outside the hospital. مين الشخص اللي بيقدم لك رعاية طبية احترافية بس الكلام ده بيحصل خارج المستشفى يا بطل؟ مين أول شخص بيقابل الحالة شباب؟ أيوة يا بطل هو المسعف لسه قايلينها من شوية. هتبقى الإجابة كلمة paramedic. is to give medicine or treatment to someone إنك تدي علاج لحد بالإجابة letter C administer. is the state of being awake حالة إنك تكون مدرك أو على دراية بالأشياء المحيطة حواليك تبقى consciousness الوعي والإدراك الإجابة letter B. a life-saving technique involving chest compressions and rescue breathing يا حبايبي is called CPR عملية الضغط على الصدر يا حبايبي والطلوع والنزول أكتر من مرة اللي احنا بنسميها الإنعاش القلبي الرئوي تبقى الإجابة CPR. is to take or hold something quickly إنك تاخد حاجة أو تمسكها لسه قايلين من شوية أنت شواجري تبقى الإجابة letter A هتبقى grab. means causing deep emotional pain or sadness حاجة بتسبب لك ألم عاطفي أو حزن يبقى حاجة مفجعة يبقى الإجابة letter B heartbreaking. is a serious and sudden situation موقف خطير ومفاجئ requiring immediate attention محتاج انتباه يا حبايبي يبقى دي يا شباب هتبقى letter C emergency دي حالة طوارئ. is to make a short high sound تعمل صوت عالي تي 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 والصوت ده طالع من آلة أو جهاز هتبقى بيب letter D. is a regular beat قال لك هو beat يعني نبض منتظم of the heart felt through the skin يبقى ده pulse يا حبايبي اللي هي letter D. نيجي يا حبايبي للمشتقات بتاعتنا. قال لك please pay due pay due attention يعني اهتم الاهتمام المستحق to safety procedures الإجراءات السلامة يا حبايبي. pay attention يعني اهتم. the staff remained calm قال لك المجموعة الموظفين ظلوا هادئين during the emergency قلنا معناها حالة الايه الطوارئ. my grandma جدتي lost after falling and hitting her head بعد ما سقطت ودماغها اتخبطت يبقى فقدت ايه يا شباب الوعي تبقى consciousness letter D. that opening sentence الجملة الافتتاحية وذريلة attention ايه يا شباب attention grabber جاذبة للايه للانتباه
Mr. Rashidi wanted to his students attention. طبعا يا حبايبي want to محتاج وراء الفعل في المصدر، تبقى الإجابة letter A grab يعني يجذب انتباه الطلبة. via brainstorming قال لك من خلال العصف الذهني لا مجموعة أو عبارة عن تجميع الأفكار. The athlete اللاعب الرياضي received ايه يا شباب for helping the injured opponent. opponent معناها خصم، يبقى جاله ايه يا حبايبي؟ استلم جائزة. جائزة يعني reward. A nurse has to. نيجي للمتلازمات اللفظية. A nurse has to medication. احنا حافظينها كلمة administer medication تعطي الدواء أو تعطي العلاج بجرعات محددة حبايبي ومعروفة. Jury her day with a healthy breakfast. تبقى kicks off، عاملة زي كلمة starts كده يا حبايبي، بتحب تبدأ يومها بفطار صحي. After the accident بعد الحادث I had to CPR to an injured child. كلمة CPR تاخد ايه يا حبايبي؟ تاخد do وتاخد perform وتاخد carry out وتاخد start كمان، كلهم صح. Athlete should always. اللاعب الرياضي should always either pulse after violent exercise. لازم يفحص يا حبايبي ويراجع النبض بتاعه بالإجابة تشيك. patience الصبر والطيبة والمهارات help a great nurse over time. تساعد في صناعة ممرضة محترفة عبر الزمن، تبقى ميك يا شباب. at the end of the day في نهاية اليوم رودينا likes to on what she has gone through during the day. بتحب يا حبايبي تتأمل في اللي حصل طول اليوم، يعني كأنك كده بعد ما بتخلص دروسك يا بطل وتروح البيت تقعد تفتكر يومك كان عامل ازاي والمواقف الحلوة اللي مريت بيها والمواقف الوحشة، يبقى اسمها reflect on. سما paid close attention. سما أعطت اهتمام كبير to what I said، للي أنا قلته. The word attention here is a synonym. قلنا synonym معناها مرادف أو معنى. ايه المعاني لكلمة attention يا حبايبي؟ هنا طبعا السؤال ده السنة دي يمكن كان عندنا في أولى ثانوي ورجع لنا تاني في تالتة. حضرتك محتاج تختار إجابتين من ال5 يا بطل. هتبقى الإجابة focus letter B، والإجابة التانية تبقى concentration، الاتنين معناهم تركيز. The emergency room is no place for chaos. قال لك غرفة الطوارئ ليست مكان للفوضى. كلمة chaos بقى يا حبايبي أو كلمة chaos عكسها إيه؟ عكس الفوضى إيه يا بطل؟ هتقول لي تناغم يا مستر أو انسجام harmony، واللي بعدها تبقى letter C اللي هي order. عمر collapsed on the floor after running. عمر انهار على الأرض بعد الجري. كلمة collapsed here is antonym. عكس إيه يا شباب؟ واحد بينهار يبقى التاني بيتعافى. بيتعافى يعني recovered. وروز معناها ينهض يا حبايبي، جاء من كلمة rise، الماضي من كلمة rise. The patient finally regained consciousness. المريض أخيرا استعاد وعيه. كلمة consciousness ايه السينونيم بتاعتها يا حبايبي؟ طبعا كلنا عارفين وعي معناها awareness و alertness letter C. They acted fast in the emergency. تصرفوا بسرعة في حالة الطوارئ في غرفة الطوارئ. كلمة emergency هنا عكسها ايه؟ عايز الانتونيم بتاعتها. انتونيم يعني العكس يا شباب. فكر يا بطل كده معايا. هتبقى الإجابة normalcy بشكل عادي طبعا، وهتبقى بشكل روتيني برضه يا شباب. الإجابة letter C. أحمد quickly grabbed the falling glass. أحمد بسرعة يا حبايبي مسك أو شد الزجاج المتساقط. the word grabbed يا شباب هنا here is a synonym of. synonym يعني معنى. يبقى seized يا حبايبي معناها يمسك بقوة برضه، والمعنى الثاني يبقى clutched. تعالوا يا شباب للإيديومز والإكسبريشنز وحروف الجر. قال لك after helping all her patients. بعد مساعدة جميع مرضاها مريم felt exhausted. كانت حاسة بالإرهاق والتعب، بس بعد ما حست بالإرهاق والتعب كانت حاسة بالرضا يا حبايبي والإنجاز. تبقى الإجابة letter B هتبقى fulfilled. When the accident happened. عندما حدثت أو وقعت الحادثة the hospital staff. الموظفين أو مجموعة الموظفين في المستشفى had to immediately. طبعا يا حبايبي دي الايديومز اللي عندنا spring to action، يعني شرعوا أو أسرعوا بسرعة من أجل العمل، بدأوا يتحركوا يعني. مريم always says. مريم دايما بتقول as she values cooperation. هي دايما مريم يا حبايبي
بتقدر وبتعز التعاون، يبقى تيم وورك ميكس ذا دريم وورك، العمل الجماعي يؤدي الى الايه؟ النجاح. ودي برضو من اهم الايديومز اللي موجوده عندنا في يونت 1. The emergency room buzzes، بتعج بمليئه بالحيويه، تبقى باز ايه يا شباب؟ باز with. طيب the nurse cared، كلمه care يا حبايبي بتاخد حرفين جر. the injured man، الرجل المصاب. عندي care for صح، و care about برضو صح. several patients complained، يشتكي من، تبقى complained ايه يا شباب؟ complained of. severe headaches، دايما بيعاني من صداع شديد. after taking the medication، بعد ما بياخد العلاج. he slipped on the wet floor، اتزحلق على الأرض المبلولة. and fell ايه يا شباب؟ instantly fell down، وقع في الحال. after losing the final match team decided، the team الفريق قرر to move move on يا حبايبي، خلاص يتجاوز المرحلة دي وابتدي يركز في الفيوتشر ايفنتس، الأحداث المستقبلية. the meeting usually kicks، قلنا طبعا الاجتماع هنا يبدأ يعني يا حبايبي kicks off. before making a decision، قبل اتخاذ القرار. I always reflect، reflect يا حبايبي قلنا يتأمل، قلنا كلمة يتأمل معناها reflect يا شباب، هتبقى reflect on. in difficult times، في الأوقات الصعبة. true friends، صديق الحقيقي. are the ones، هم الأصدقاء. you can rely، يعتمد على rely on equal كلمة تانية اسمها depend on. آخر من تيست معانا يا حبايبي. we need to aim more farm animals for meat and milk، احنا محتاجين نربي كثير من حيوانات المزارع من أجل اللحوم والألبان. يربي بقى يا أبطال يعني إيه؟ يربي معناها raise، راحت فين؟ اهي letter A. خد بالك ان كلمة raise معناها يجمع مال، وريز a question يطرح سؤال، وقلنا raise معناها يربي، وريز معناها يرفع، بس raise لازم يجي وراها مفعول. لما اجي اقول لك لما تيجي تسأل سؤال raise your hand، ولما تيجي تجاوب raise your voice، علي صوتك وارفع ايدك. if any problem، لو اي مشكلة حصلت، يحدث يعني يا حبايبي؟ هتبقى arises الإجابة letter B، اتصل بيا في الحال. لو في أي مشكلة حصلت اتصل بيا في الحال. her speech، خطابها. has great interest، عايز أقول أثار يا حبايبي، الاهتمام. أثار يعني aroused، اهتمام أو شك طبعا يا شباب. aroused بتيجي مع الاهتمام والشكوك. after finishing the project، بعد الانتهاء من المشروع. let's move، هيا بنا ننتقل إلى، تبقى move إيه يا شباب؟ هتبقى move on، لسه حلينها فوق. مستر أيمن plans to move، مستر أيمن بيخطط إن هو ينتقل إلى شقة جديدة. move into، خد بالك إن move into من الأفعال المتعدية بيجي وراها مفعول يا حبايبي، خد بالك من move into لازم يجي وراها مفعول. It took years of hard work، استغرقت سنوات من العمل الجاد. before Mrs. نهى finally felt in her career، شعرت بالرضا يا حبايبي، أو الإنجاز هتبقى fulfilled. The bottle was completely with، خد بالك إن هنا حرف الجر with تبقى filled with، أما لو اداني off اللي تحتها تبقى full off يا حبايبي. قلنا الاتنين بيساووا بعض في المعنى. كده يا شباب حلينا على كلمات الدرس الأول، فاضل لنا الجرامر بتاعنا على زمن المضارع التام والمضارع التام المستمر.